السلام عليكم، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل النهارده بقى اكله سهله وطعمها حلو قوي، ومش هتكلفك كتير، وفي نفس الوقت مش هتاخد وقت خالص. جميله، ولادك كلهم هيحبوها. اول حاجه خالص كده، انا بجيب اللحمه مفرومه، تكون الدهن بتاعها مش كتير، واهم حاجه تكوني حطاها في التلاجة تسقع، يعني تمسك نفسها كده، بتديكي نتيجه احسن ما تكون سايحه في قلب بعضها وسخنه. بعد كده باجيب الكبة بقى كده، وهنزل فيها ب3 رغيفة فينو، وممكن 4 كمان على كيلو اللحمة. في ناس بتشيل الوش ده، بس انا ما بشيلوش، ما بيعمليش اي اعاقة يعني، ومش مش وحش يعني. فحطيه كله على بعضه كده، اضربيه بقى في قلب الكبة الاول كده. وهكون يعني بصي، عايزاكي تنعميه خالص على قد ما تقدري. ممكن زي ما بقولك تحطي 3 أو 4. جميلة، وبتخلي الكفتة معاكي بتمط كده، وطعمها حلو. هنا ديت بصلة كبيرة، تحطي بصلة حمراء أو بيضة، بس لو البصلة الحمراء اللي هي بتغمق قوي دي بلاش منها، ده بصل يعني أحمر خفيف كده ما بيسودش. دي كمان كوباية لبن كده، علشان خاطر العيش اللي احنا حاطينه يبقى السوائل بتعادل المواد الجافة. كمان يعني بصي بقى، عايزاكي تطحنيهم جامد على قد ما تقدري، نعميهم، ما تخليش البصلة دي على قد ما تقدري تكون باينة. بعد كده هنزله كله اهوت برضو علشان يتفرم كويس، وهنزل باللحمة. الاول حطيت البهارات، معلش، حطيت فلفل اسود، وحطيت ملح، ورشة توم باودر، رشة بصل باودر، ورشة بابريكا، وكمان حطيت شطة اختياري، تديها طعم حلو، ما تقلقوش مش هتبقى حراقة قوي. هنزل بقى باللحمة شوية شوية كده، عشان ما تقليش على الكبة بتاعتك ويجرى لها حاجة لا قدر الله. هضربها بقى ناعم، علشان كل ما تفرميها قوي ما بتحتاجيش ان انت تحطي ايدك فيها تاني، ولا تعجنيها ولا تنعميها، لا، اعمليها في قلب الكبة، وعايزاها تاخد يعني تديكي نتيجة كويسة جدا. حطي ربع كوباية زيت على الكيلو المفروم، هتلاقيها لمت معاكي وانفرمت ناعم. هنا بعد ما خلصت الكمية كده، هدخلها التلاجة تسقع تاني قبل ما اكورها. هجيب بقى 3 فصوص توم يكونوا متوسطين كده، مش كبار، وهحضرهم علشان على ما الكفتة تكون استريحت. هقطعه بقى شرايح، بلاش يكون مهروس في الأكلة دي، علشان ما يديكيش نفس كده سمك أو بتنجان. يعني كل تقطيعة توم بتفرق جدا، فانتي خليه شرايح بسيطة كده. بعد كده بقى هعمله هجيب بصلة كمان، بصلة صغيرة صغيرة على قد ما تقدروا زي ما انتوا شايفين كده. وخرطيها برضو صغير. دي بصلة حمراء زي ما بقول لكم، ما بتلونش معايا، قلبها ابيض وجميلة. لكن لو البصل الغامق قوي الاسمر اللي هو بيزرق الاكل ده بلاش منه. برضو البصلة ما تكبريهاش، علشان خاطر لما اجي احط الطماطم ما يقلبش معايا بطعم تقلية، لا انا عايزاها يعني بطعم تاني حلو كده. بعد كده بقى هركنهم على جنب، وطلعت اللحمة هي بعد ما استريحت، وهجيب رشة دقيق، وهجيب شوية مية صغيرين كده اصبع بيهم. كده كده لما هي بتكون سقعت في التلاجة ما بتبهدلش ايدك خالص، وبتبقى حلو. هحط بقى الكفتة كده اللي هكورها، واحطها على الدقيق. مش عايزاكي تتأخري عليها في الدقيق، كل ما تعملي شوية كده اقفي بدريها بسيط، وبعدين شيليها من الطبق، حطيها في طبق تاني خالص، علشان يعني كل ما تشرب دقيق هتيجي تعمليها في السمنة، هتبص تلاقي نزلت الدقيق ده، ويبقى صوص تقيل كده شبه البشاميل شوية، فانا مش عايزين كده. فيدوب بدريها بسيط ونفضيها بالشكل ده كده. هخلص كل الكمية بقى، وبعدين هروح على النار، هحط الجريل كده، واحط فيه سمنة بلدي متسيحة جميلة تكون نفسها حلو، او ممكن زبدة على زيت. خليها تسخن زيادة، يعني شوية كتار يعني، وزودي برضو السمنة علشان انا هحط فيها الصلصة بعد كده. المهم بقى تسخن معاكي جامد، وتحطي الكفتة كده، وما تقلبيهاش نهائي الا لما تحسي انها احمرت من تحت، لان لو استعجلتي عليها هتلاقيها اتفرفتت معاكي ومش هتبقى حلو. فالافضل كده تسيبيها لما تحمر خالص. شايفين بتجري في الجريل كلها ازاي، مفيش حاجه سايبه هيت، ولا متقطعه ولا متبهدله. بعد ما تستوي معاكي، انا مش عايزاها تستوي سوا كامل، بصوا انا كنت هنا بقربها لكم بوريكم ازاي. وعايزه اقول لكم انها بتمط كده وجميله بسبب
إن العيش الفينو، وكمان إنها اتفرمت ناعم. كل ما تتفرم ناعم معاكي بتبقى بتمط كده وحلوة وبتندغ ما بتتفرولش. مش عايزاها سوا كامل بقى، عايزاها 3/4 علشان لسه احطها ايه في الصلصة. هشيل كل الكمية كده، وبعدين هجيب البصلة اللي انا كنت عاملاها هي محضراها هي والثوم، واقلبها تقلبتين 3 بس كده. اوعي تحمريها خالص عشان ما تديكيش طعم تاني ما يعجبكيش، انا عايزاها تدبل بس كده. هنزل بيها ايه بالطماطم. دي طماطم انا كنت مجهزاها مفرزاها يعني في الفريزر. تقدري تعملي صلصة عادي في الخلاط وقتي يعني، بس انا كنت دي جاهزة. احط عليها رشة بقى ملح، رشة فلفل اسود، رشة سكر، وكمان رشة مرق الدجاج اللي هي الفورية. هقلبهم في قلب بعض. طبعا هي الصلصة كده مستوية معايا، فهخليها بس السمنة تطلع على وشها وتاخد غلوتين 3 كده، وهنزل عليها بالكفتة. برضو الكفتة تعتبر مستوية، ما تقليش عليها. لو حسيتي ان الصوص بتاعها تقيل كده زودي كوباية مية عشان يبقى خفيف. هنا كنت سلقة مكرونة سباكيتي، تقدري تعملي قلم او اي نوع يعجبك، بس اهم حاجة تخليها 3/4 سوا، بتبقى بتندغ. ولو فضل منك شوية وعايزة تسخنيهم تاني ما تلاقيهاش مهرية ومعجنة. انزلي عليها بقى بقلب الكفتة كده، ورش رشة بقدونس على كزبرة اللي هو الورق بس كده، طعمها جميل جدا معاها. عايزة تنزلي بالمكرونة في قلب الصلصة وتقلبيها كلها ماشي، عايزة تسيبيها بيضة زي ما انا عاملاها كده وتاكلي براحتك برضو. انا عملت شوية كده، ورجعت كمان عملت طبق تاني اللي هو يعني نزلت ببقية المكرونة في قلب الجريل مع الكفتة بالشكل ده كده. طعمها جميل جدا، جربوها.